اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم الغزالات ديالي والف مرحبا. اليوم الفيديو غادي يكون مميز وغادي يكون فيه اشياء جميله واللي غادي تنال ان شاء الله الاعجاب ديالكم، فبسم الله على تباركه الله. بعض المرات ما كيكون عندك الخاطر لتا شي حاجه، لا لدارك لا للماكله لا لولادك، كلشي كيبان لك اسود في اسود. انا خصيصا فاش كتجيني هاد الحاله البنات، يعني كلشي كيبان لك، المهم ما كيكون خصك والو، ولكن خاطرك انت ما كايناش. اول حاجه كنهز التليفون، اللي حنا كنعرفوا التليفون دابا ممنوع شي وحده غادي تستغنى عليه. التليفون هو العشق ديالنا، هو الحياه ديالنا. المهم انا كنهز التليفون كنتفرج. فاش كنتفرج في شي حاجه اللي هي زوينه اللي غادي تفيدني، كندخل على شي قناه ديال شي وحده او اي حاجه، مهم شي حاجه اللي غادي انا نغسل بها اول حاجه الدماغ ديالي، واللي غادي تعطيني واحد الطاقه لنفسي والبيت ديالي، واللي غنستافد بزاف تاع الحوايج. يعني ماشي غادي ندخل انا غادي نتفرج في التفاهات ولا شي حاجه اللي هي تفيها، لا حنا ماشي غرضنا في هذا الشيء. غرضنا اننا نستافدوا من الحوايج، وتكوني انت ديك الساعه انت ما عندكش الخاطر بزاف تاع الحوايج، ولكن فاش كتفرجي كترتاحي وكتولي عندك طاقه اللي هي ايجابيه وكتقدري تعطي اكثر واكثر. هذه من جهه. والجهه اللي هي الثانيه اللي خاصكم حتى هي تعرفوها، اللي ما نعطوش الطاقه ديالنا كامله للدار. راه نفسنا راه ماشي خلقت غير الجميع والتماره وشقه هادي وجمع هادي ودير هادي، لا، راه خاصنا نقسموا. راه الحياه ما كتستمرش بحال هكا نهائيا. خاصنا اول حاجه نعطيو راسنا الراحه ونعطيو راسنا الوقت ولنفسنا الوقت. ثاني حاجه نعطيو راسنا نعطيو الوقت لوليداتنا. ثالث حاجه عاد الدار، يعني ثالث حاجه هي الدار، اخر حاجه هي الدار. حنا شنو كنديروا؟ كتبداي بالدار وكتسالي بالدار، وفينا هما الوليدات وفينا هو راسك. الا كنقصد الدار راه كنقصد الدار بجميعها باي حاجه. نتوما عارفين المقصود ديالي شنو هو. فهذا خطا. كيفاش غادي نحاول انا نصلح هذه الاخطاء؟ كيفاش غادي نبدل من هذه الاخطاء بلا اشياء جميله؟ غنبدل راسي من هذه الاخطاء سهله مهله، يعني ما غاديش تطلب معاك حتى الوقت بزاف نهائيا. اليوم غندير شويه، غدا غندير شويه في هذا الشغل. الا اليوم جمعت انا هذا البيت، راه ماشي خصني ندوز نجمع هاد الكوزينه حتى نخملها ونجمع البيت الاخر، لا، غنقسم شغلي. يعني كل نهار غندير شويه. اول حاجه باش تكسبي صحتك، ثاني حاجه باش تكسبي الراحه ديالك، ثالث حاجه باش تبقى عندك شويه ديال الطاقه والواحد الوقيت ديالك الوليدات ديالك تلعبي معاهم. يعني ها انت بديتي كتقسمي، وانت كتبدا تبان لك نتيجه اكثر. الا ما قسمتيش لدرجه غيجي غير الوليد ديالك، ماما لعبي معايا هكا، ماما هزيني، لا سير جمع هاد الالعاب، حيد هذيك من هنا، حيدي انت ديك من هنا، ديري. ها انت بديتي كتضغطي على راسك، انا ما بقاش كيبقى عندك الخطر، انت وليتي في العصاب، وواحد فجاه غيولي فيك انهيار عصبي. بسبب اش؟ بسبب الوقت ديالك اللي ما نظمتيش، الخاطر ديالك اللي ما ريحتيهاش، والنفس ديالك اللي ما تهلطيش فيها. ما بقاش عندك الخاطر لهذا الشيء كامل، يعني وليتي ولا كتولي غير معصبه. ليكن في علمك وليداتنا هكا ما غاديش يبقاو دائما هما صغيورين، غيجي واحد الخطره راه غادي يكبروا، العمر دغيا كيجري. 2022 هي كانت عندنا كانت جميله، دوزنا الصراحه فيها حزن وفيها فرح وفيها عده اشياء. ها حنا عاوتاني دغيا 23، يعني اللي بغيت نوضح لكم ان العمر دغيا كيدوز. فلهذا نحاولوا اننا نعطوا وقتنا لوليداتنا. كنقصد وليداتنا راه ماشي غير الاولاد، يعني حتى الازواج ديالنا وكل شيء، تعطيهم واحد الوقت، تجمعي معاهم، كل واحد تعطيه وقته، تلعبي مع اطفالك، باش ما يجيش واحد النهار اللي هما غيكبروا وانت غادي تكبري والحياه هكا كتستمر. سنه الحياه هي هذه، يقدروا يتزوجوا، الواحد يخدم، واحد يبعد عليك، هذه سنه الحياه. حنا راه ما بقيناش في دور والدينا، المهم هكا كتستمر الحياه. فلهذا لعبي معاهم، ما تقمعيهمش، ماشي جمع هاد اللعب ديالك، حيد هذيك من هنا صافي. طلعت لي في راسي هذه الصراحه، انا ما نكذبش عليكم، انا كنعطي الوقت للبنيه ديالي، ولكن الفضل كيرجع للزوج اللي حتى هو كيعطي اكثر واكثر. يعني هو عنده الخاطر بزاف عليا، الله يحسن لي العوان. حتى انا مع الجميع، مع هذه، ولكن ما كنحرمهمش نهائيا، ما كنحرمهمش لا من اللعب ديالهم ولا الوقيته ديالهم، راني ما كنحرمش بنتي نهائيا. فهذه كانت من جهه. ومن جهه الثانيه هي غيجي واحد النهار قال لي تفرجت في واحد الحديث ديال واحد كان كيتحدث على هذه الهضره، ماشي هو حديث، انما كان كيقول غير مواضيع الصراحه. شيخ
ما بقيتش عاقله على السميه ديالو. قال بلي راه كيجي واحد النهار اللي كلشي كيكبر، الاولاد كيكبروا كيزيدوا، قال لك كتبقى غير انت وبركابي وكتبقى تقول لي وعقلتي فاش جا عندي ولدي وقلت لي هكا، وعقلتي فاش جا بنتي وقلت لها هكا. يعني دغيا كتستمر الحياه وكيجيك بحال داك التانيب الضمير وكيجوك شي اشياء اللي كيتخربقوا عليك الصراحه، الشعور ديالك كيبقى يتخربق. فلهذا نحاولوا ان شاء الله ان اي عام يدوز من حياتنا ومع وليداتنا يدوز غير بالخير وغير بالحاجه الزينه، ونتفكروا غير الحوايج الزوينين، نحاولوا ان ما نعيشوش شي حوايج اللي هما خايبين اللي غي ماشي غيأذيونا، انما غير كتفكير ان كيضرك خاطرك، نحاولوا نحيدوهم ونتفاداوهم باش هكا نعيشوا ان شاء الله سعداء. وكنتمنى الخير لكل وحده وليا كذلك ولوليداتنا، والله يخلي لكم كل معز عليكم. ومن جهه اخرى البنات عاوتاني نعتني كيف ما قلت لك براسي، ندير الحوايج هكا اللي كيعجبوني، نلبس شي حاجه هكا اللي كتعجبني. المهم راكم عارفين الواحد يدور براسو ويقسم هكا حياته، كتلقاي حياتك تقسمت لبزاف نتاع الحوايج للجميع، لدارك لوليداتك اللي كنقصد بهم يعني لوليداتك بصفه عامه. عاد ديك الساعه للشغل ديال الدار، راه الشغل ديال الدار البنات هو راه اخر حاجه، هو الشغل ديال الدار. راه ماشي خاصني نجمع انا الدار كامله باش انا نرضي نحس نفسي انني مجبره على داك الشغل. الشغل نجمع هذا البيت ونجمع هذا ونجمع هذا ونجمع هذا، كتولي تحس براسك انك انت مجبره انك ديري داك الشيء، يعني كتمرضي. انا هكا كنحس. اليوم الا جمعت انا هذاك البيت حتى الغدا وندير شويه، اليوم شويه وغدا شويه، راه ماشي جمعتي هذاك الشيء راه كيبقى صافي ما كيترونش، راه غادي تجمعيه اليوم وغتجمعيه غدا وتجمعيه بعد غدا، وانت دائما كتجمعي، انت حياتك كامله وانت كتجمعي. فلهذا ما نبقاش انا نطيح صحتي ونخوي انا غير على جمع نقسم شغلي. اليوم غادي ندير واحد الحاجه، غدا ندير واحد الحاجه، وما نجلسش عاوتاني في الروينه. راه ماشي كنقول هادشي باش لا خليو الدار مرونه، انا ما كنقولش لكم انا خليو الدار مرونه ولا لا، هادي راه عاوتاني راه هذا موضوع اخر غنهضروا فيه. راه الا ما كتوليش انا خلي احنا كنهضر لك على شي حاجه اللي هي عميقه. اما التاويل راه ضروري خاص تكون حاجه متوله وكل حاجه في بلاصتها. انا عن نفسي الا ما كانش الحاجه متوله وعن بلاصتها راه كنمرض، كنكون ما مرتاحاش. الا كنت غير كنشم ريحه ماشي زينه كنكون ما مرتاحاش، وبليجي خاصني ندير نبخر. الا ما توفرش عندي البخور كندير غير معطرات. من بعد غادي نشارك معكم المعطرات باش كنعطر الدار، غير شيشه بحال هكا تشمي غير ريحه ترتاحي. هادي راه بحق ذاتها انك كتمتعي منزلك. شوفي شحال من حاجه، شوفي الدور اللي كتلعبي، كتمتعي المنزل ديالك، كذلك كتمتعي نفسك انك كتشمي ريحه طيبه، كتمتعي وليداتك او زوجك. مهم وليداتك بصفه عامه كيتمتعوا هما بديك الرائحه الطيبه. اللي جا عندك كذلك على غفله راه كيتمتع. هذا موضوع اخر ان شاء الله من بعد غادي نهضروا عليه، ونعطيكم حتى المنتوجات اللي كنشري والتخليطه ديال العطر ديال الملابس وديال الفراش. المهم كلشي غادي نشاركوا معكم. المهم هنا الغدا البنات راه درت لي الكرعين اللي ما شاركتهمش معكم. راه تبارك الله الكرعين دابا راه كلشي كيعرف يديرهم، شكون اللي ما كيعرفش دابا يطيب. وتبارك الله راه كاين اليوتيوب اي وحده راه غادي تعرف الطبخ. الصراحه كثروا من هاد الاكلات دابا ديال الوقيته ديال الاكلات هكا، الكرعين بالحماص اللوبيا. المهم القطاني هذه هي الوقيته ديالو، فيفضل اي حاجه في وقتها يفضل البنات انهم ياكلوها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف عليكم، ما تنساوش بالبارطاج ولي جيم. المهم اللي قديتوا عليه ديروه، وان شاء الله الى فيديو قادم راه ما ساليناش هنا، باقي العطاء والاكثر والمزيد ان شاء الله بحول الله.